المدرس مش مطلوب منه يكون من غير مشاكل، بس مش من حقه يجيب مشاكله معاه جوه الحصة. المدرس زيه زي أي إنسان، ممكن يكون عنده ضغوط، ممكن يكون عنده مشاكل في بيته، مشاكل مع أولاده، مشاكل مع زمايله، مشاكل مع نفسه هو، يعني النهاردة قايم زعلان أيا كان. المفروض إن وهو في الحصة الدراسية يعمل الفصل ده، يبقى فاهم إن الطلاب مش سلة تفريغ، ما ينفعش إن أنا أسقط المشكلة اللي عندي على الطالب اللي قدامي. لازم يبقى خلقه واسع، ما ينفعش يكون خلقه ضيق. ما ينفعش ان انا ادخل الحصه انا ما حدش يكلمني، انا داخل اشرح الدرس، داخل اكتبه، داخل ادي المهارات بتاعته، تك 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 تك، يلا الحصه خلصت. ما ينفعش خالص. مهنه التدريس مختلفه عن اي مهنه تانية. عاوزه ايه مهنه التدريس دي؟ عاوزه كائن احترافي، مش استاذ كائن احترافي. واحد كده يكون بيعرف في التكنولوجيا، ويكون عنده مهارات التدريس عاليه، ويكون خلقه، اهم حاجه خلقه يكون واسع، يكون صدره رحب، يكون بشوش مش نحيس، يعني يدخل كده على الطلبة بوش بشوش، يدخل كده بطاقة إيجابية علشان ما يقفلش اليوم على الطالب. بيتطلب ان هو يكون ذكي، عنده الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، ويكون قادر يقرأ كل الذكاءات اللي موجودة عنده في الصف. في طالب ذكاؤه بصري، طالب تاني ذكاؤه سمعي، طالب تاني ذكاؤه حركي، وهكذا. لازم ابقى عارف كل الطلبة واحفظهم، ده مين وده مين وده مين، ده بيعمل ايه في الصف وده بيعمل ايه. لازم افهم الطالب ان هو جاي عشان يتعلم، مش جاي متعلم جاهز وجاي لي. فبالتالي ما ينفعش ان هو يسأل اي سؤال. لازم يبقى فيه ثقة كده وعلاقة كده طيبة ما بيني وما بين الطالب. هل المفروض على المعلم ان كل الطلبة تحبه؟ اه، المفروض ان كل الطلبة يحبوه طبعا. بس هنا درجة الحب بتختلف ما بين طالب وطالب، يعني في طالب بيحبه قوي، في طالب بيحبه يعني بيحبه عادي، في طالب بيحبه باحترام، في طالب بيحبه بنسبة لا أنا مش بحبه بس مش بحب المادة بتاعته، وهكذا. المفروض إن احنا نهون على الطالب، وإن الطلبة دي كلها إنها تحبني. طب هي هتحبني إزاي؟ العنصر الأول الأمان، إن الطالب يشعر مع المعلم بتاعه بالأمان، ويشعر إن الغلط مش إهانة، إن أنا لو غلطت أنا ده مش إهانة، وإن يبقى عندي المساحة إن أنا ما أخافش من المدرس ده. لا، انا ممكن اكون مش فاهم الجزئيه دي، فستوب لحظه، هو تقصدي ايه او تقصد ايه بالسؤال ده؟ انا مش فاهم. طيب انا حاولت ان انا اعيد، لقيته بيرد عليا بيقول لي طب انا لسه مش فاهم تاني، طب استخدم طريقه تانية واستخدم اسلوب تاني. هنا بقى الذكاء بتاع المدرس يشتغل. ما ينفعش اعيد نفس الجزئيه بنفس الطريقه، هو اوريدي ما فهمهاش، او ما انا اعمل ايه؟ افكر اجيب طريقه تانية. طرق التدريس موجوده كتير، امال انت مدرس ازاي؟ شغال ازاي؟ هنا انت لازم تحب مهنتك. لما هتحب مهنتك انت هتبدع فيها، هتنتج فيها، وهتحب الطلبة. الجزء المهم العلاقة الجميلة اللي ما بين الطالب والمعلم. الطالب المفروض ما يخافش من أستاذه، الطالب المفروض يحبه، المفروض يشعر معاه بالأمان. أنا هجاوب وهغلط بس المدرس هيحتويني وهيعلمني. هنا الحب بقى بيتبني طوبة طوبة. هو في الأول ما بيبقاش عارفني فما بيبقاش حاببني قوي، بيبقى حابب المدرس يعني، بس مش حابب المادة تقيلة. مادة رياضيات، مادة فيزياء، مادة تقيلة أنا مش قادر أهضمها، فبالتالي أنا مش هاضم المدرس لأن هو كمان مدرس نحيس وخلقه ضيق. لا، لازم يبقى صدرنا واسع، وعندي المجال ان انا استوعب الطالب. انت ما فهمتش، طب اعيدهولك بطريقة تانية، طب ايه رأيكم نعمل كذا، طب ايه رأيك في كذا. واحاول ان انا انوع في طرق التدريس، انسى خالص كل المشاكل اللي عندي، وانا جوه الحصة الدراسية انا قدامي طالب جاي يتعلم، مش جاي محاكمة. ولو غلط ما يحسش ان الغلط اهانة. ايه يعني لما اغلط؟ برضو من مهارات المدرس هنا ان المفروض ان هو لما طالب يغلط والناس التانية تضحك، ان هو يقلب الموضوع لصالح الطالب. يعني ما يحسس الطالب ان هو عمل حاجة وخجلان منها، لا عادي. ممكن يطلع بقصة، ده انا فكرتني بموقف انا كنت فيه زمان يا ابني، ده كذا 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 كذا، واقلب الموضوع. الذكاء هنا
ما ينفعش انك انت يكون في فجوة ما بينك وما بين الطالب، وما ينفعش ان انت يكون خلقك ضيق على الطالب. وسع صدرك ووسع خلقك على الطالب، لان فعلا هو اذا حبك هتتفرج على الانتاجية اللي هو هيكون فيها الطالب، وهتكون المادة بالنسبة له من المواد الممتعة. حتى لو ما كانش بيحبها، هو بيحب الأستاذ بتاعها، وبالتالي قادر ان هو يتطور معاك على قد إمكانياته. آخر نقطة، دي أهم نقطة بالنسبة لي، إن أنا لازم أحترم قدرات كل طالب. مش كل الطلبة على نفس المستوى، ومش كل الطلبة بنفس الذكاء. أهدى كده على الطالب اللي قدامي، كلهم أولادنا. في اللي ذكائه متوسط، وفي اللي ذكائه محدود، وفي اللي ذكائه عالي. بس في جزئية بتغفل على مدرسين كتير، إن كل طالب عنده مهارة وعنده ذكاء مش موجود عند التاني، وعلى المعلم إنه يستغل كل مهارات الطلاب لصالحه. ما تنساش لازم يكون خلقك واسع وتحتوي كل الطلبة، كلهم هيلفوا ويحبوك.